يا هلا ومرحبا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم نجوم المستقبل. مثل ما عودناكم نسلط الضوء على الابطال والنجوم في جميع الالعاب في الانديه الكويتيه. احنا اليوم متواجدين في النادي العربي من اجل تغطيه نجوم وابطال لعبه المبارزه، خلكم معنا. أعزائي المشاهدين، نبدأ مع أولى فقراتنا في برنامجكم نجوم المستقبل، وهي الفقرة الرئيسية مع نجوم وأبطال لعبة المبارزة في النادي العربي. ونبدأ مع البطل والنجم عباس الأستاذ. بداية نرحب فيك، نبي نعرف سبب اختيارك للعبة المبارزة، خصوصا أن هي لعبة فردية ما هي جماعية. أول شيء أهلا وسهلا فيكم وأرحب فيك أنا بعد. أول شيء أنا ما اخترت اللعبة، أول شيء كنت بالمدرسة ويا الكابتن اختارني، ومن قبل كنت أطالع واحد من ربعي كان يلعب البطولات، فعجبتني البطولة فحبيت أدش. إيش كثر صار لك تزاول اللعبة يعني، وخصوصا أن يعني عرفت أن عندك أيضا إنجازات وبطولات؟ صار لي تقريبا سنة وشيء. خلال هذه الفترة شنو قدرت تحقق من إنجازات؟ خذيت على بطولة الكويت الأشبال المركز الثالث. ممتاز. ودنا نعرف التمارين اللي قاعد تتمرنها كل يوم، هل هي لعبة بس مجرد فيها تكنيك شلون انك انت تحرك السلاح؟ ودنا نعرف لان لعبة المبارزة متوزعة ما بين فلوري وإبي والصابر، انت في اي سلاح متخصص والتمارين اللي قاعد تزاولها يوميا؟ أنا متخصص بلعبة البي، زين، والتمارين اللي آخذها كلها تفيد الجسم. يعني في جانب غير الحركات اللي قاعد تصير في السلاح نفسه، في تمارين تكون غير هذه التمارين اللي هي التكنيك؟ اي، في تمارين لازم اول شيء جسم اللاعب يستفيد من الخبره من خلال التمرين، بعدين يحاول يحقق بطولات. اللعبة هم نشوف احنا فيها الجهاز الالكتروني، لازم في عندك يكون معرفة في هذه القوانين اللعبة، عندكم لازم في تثقيف في هذا الجانب؟ اي لازم يكون فيه. نتكلم شلون تنحسب النقاط في لعبتك انت؟ تنحسب اللقاط اللمسه تي، زين، والبطوله تي على بدايتها او 5 لمسات، تكون مكونه من فرق، وبعدها يصير خروج المغلوب 15 لمسه، ومن بعد خروج المغلوب اللي يخسر على طول يطلع. في لاعب ودك تصير مستواه، يعني خبره، لاعب قديم سامع فيه ودك تصير مستواه؟ لا. النجم عبد الرحمن العلي، بداية نرحب فيك. ودنا نعرف بداية شنو اللعبة اللي أنت تلعبها، خصوصا أن لعبة المبارزة هي متعددة الأنواع. طيب، أنا ألعب سلاح لبيه وسلاح لبيه.
يعني سلاح الإبة هذه نبي نعرف شلون طريقة نظام حسبة النقاط فيه، خصوصا ان انا ان شاء الله ما شاء الله شايف عندك الميداليات والبطولات. نبي نعرف شلون طريقة حسبة نقاطكم في هذا اللعب. طريقة حسبة النقاط أول شيء تكون على جميع الجسم، أي مكان من الجسم يعتبر نقطة اللي هي لمسة. وطريقتها بالبطولة 5 لمسات مجموعات، بعدها خرج مغلوب 15 وتكمل. زين نتكلم عن اختيارك حق مو المبارزة، حق الإبة تحديدا، هل كان بنظرة من المدرب أم أنت اخترت السلاح الإبة؟ أنا أول شيء كنت حابها، وثاني شيء أن المدرب قال لي أن أنت تصلح حق الإبة. زين نتكلم ما شاء الله قاعد نشوف يعني الميداليات هذه نتكلم عنها، شلون قدرت تحققها وأفضل إنجازاتك؟ أفضل إنجازاتي بطولة آسيا، وشلون دشيت المنتخب، تمرنت شديت حيل البطولة أخذت ميدالية، ودشيت بعدها المنتخب طلبوني. يعني ما شاء الله عندك بطولة مع المنتخب ومع النادي، لكن كلمنا احنا نبي نعرف شلون اليوم نقدر نخلي لاعب نجم يحقق لنا ميدالية أولمبية عالمية. ما شاء الله حققت الآسيوية، شلون نقدر نخلي لاعب يوصل للنجومية؟ أول شيء لازم يكون يتمرن، يكون عنده اللياقة الكاملة، ويمشي ويا المدرب صح، ويقدر يصير نجم بطل. زين انا عرفت ان اللعبه لها ابطال معروفين، في لاعب معين ودك انت تكون بمستوى؟ اي لاعب الفرنسي جانيت. النجم عبد العزيز خالد عبد النبي، بمناسبه تفوقكم الدراسي عام 2010 2011 اسره النادي العربي، تهنئه لك يا عبد العزيز بمناسبه انك انت تفوقك الدراسي، وايضا انت مميز في لعبه المبارزه ووالدك مدرب ولاعب. كلمنا شنو اعطتك دافع هذه الميداليه اللي اعطوك اياها النادي بمناسبه تفوقك الدراسي؟ أعطتني دافع أن أكمل اللعبة بالنادي وأكمل أحسن مستواي بالدراسة. ودي أعرف ما شاء الله عندك ميداليات وايد غير هذه الميدالية اللي هي للتفوق، كلمنا عن أفضل إنجازاتك اللي حققتها في لعبة المبارزة. أفضل إنجازاتي كانت برومانيا 2011-2012، خذيت المركز الثالث على الكبار. ممتاز، يعني الناس أكبر منك. شنو اللعبة اللي أنت تلعبها؟ نعرف لعبة المبارزة متعددة أنواع، شنو أنت السلاح اللي تلعب فيه؟ فلوري. فلوري، يعني نبي نعرف ما شاء الله عبد العزيز ما شاء الله محصل مع الكبار بطولة وعندك هذه الميداليات، شلون إذا ودنا يكون في لاعب يصير نجم، أنت تشوف إذا كنت بتصير نجم شنو المفروض تسوي؟ تكون تحب اللعبة وتبي تصير بطل، مو بس أبي أصير بطل بدون شيء، تدرب زيادة. مدام ان والدك مدرب في هذه اللعبه، شنو تاثير ان والدك مدرب في هذه اللعبه على حرصك على التمارين وايضا استمراريتك في اللعبه؟ تخليني استمر بقوه، بصير مثله. الوالد عنده كان انجازات ذاكرها انت؟ ما اتذكر وايد. ان شاء الله في لاعب ودك تصير مستواه بالاخير نبي نعرف؟ مثل ابوي. النجم حسن محمد، بدايه ارحب فيك، سبب اختيارك للعبه المبارزه؟ انها لعبة مفيدة حق الجسم وانا فكرت فيها انها لعبة مميزة. لعبة مميزة. زين نشوف ما شاء الله انت لابس الميداليات، وعرفت انك انت توك قاعد تلعب في اي مرحلة انت تلعب الحين في النادي؟ فلوري. فلوري. زين هذه الميداليات شنو قدرت تحقق انت من البطولات؟ في بطولة حققتها؟ ايه. اذكر لنا اياها. في رومانيا واتحاد وبالنادي وهنغاريا. اذا في بطولات حققتها، كلمني شلون قادر توفق ما بين الدراسة وما بين حضورك للتمارين؟ يومين حق الدراسة ويوم حق النادي. شنو ودك تصير في هذه اللعبة؟ شنو ودك توصل في هذه اللعبة؟ اوصل بطل واخذ المركز الاول. النجم حسن خياط، بداية ارحب فيك، ودنا نعرف اللعبة اللي انت تلعبها في لعبة المبارزة شنو هي تحديدا؟ انا العب لعبة الفلوري. لعبة الفلوري تختلف عن الإبي والصابر، شلون يكون فيها حسبة النقاط وشلون تكون فيها اللعبة؟ تكون اللعبة فيها قوانين زيادة عن الإبي والصابر، تكون بطن وظهر. ما شاء الله شايف ميداليات عندك وايد ومعلقهم على صدرك، تكلمنا عن أفضل إنجازاتك في هذه اللعبة. أفضل إنجازاتي كانت بهنغاريا، خذيت المركز الأول. يعني قدرت تحقق المركز الأول في هنغاريا، داخل الكويت شنو إنجازاتك؟ أول وثالث أشبال، أول مسجدين وثلاث أشبال. ممتاز. زين كلمنا شلون التمارين اليومية قاعد تلعب في النادي، شلون قاعد تأدونها؟ كم ساعة قاعد تقضي بالتمارين؟
هو ناخذ تمارين 3 ساعات باليوم ونديها يعني ناخذ راحة بعد مرات شوية بين أوقات التمارين. تمارينكم يوميا؟ أي يوميا بس إلا يوم الجمعة. زين ودنا نعرف شنو ودك توصل في لعبة المبارزة، شنو حلمك، شنو طموحك في لعبة المبارزة؟ إن شاء الله الأول أولمبياد. هذا المركز الأول أولمبيات يبي له شغل ويبي له تعب، أنت شنو تشوف المفروض تسوي عشان توصل حق هذا المركز؟ تمرين قوي، إنجازات أكثر. اللاعب أحمد فؤاد واللاعب يوسف السالم ما شاء الله نشوف على صدركم ميداليات، تكلمونا عن هذه الإنجازات وشنو اللعبة اللي تلعبون فيها تحديدا في لعبة المبارزة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نلعب لعبة المبارزة في فلوري، وكل دشينا بطولات اتحاد بالكويت وخذينا الميداليات. تكلمنا عن هذه الميداليات، شنو أفضل إنجاز؟ أفضل إنجاز خذيته الأول من بطولة فرد. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبنا وايد بطولات ومعسكرات ونادي ما يقصر معنا، وخذينا وايد بطولات نفس بطولة اتحاد وبطولات خارجية يعني. شنو اللعبة اللي تلعبها وهي لعبة الفلوري؟ أنا ألعب سابر. شنو اختلاف اللعبة الفلوري عن السابر؟ ان الساور تلسب فيها، اما فلورا بس تحط مكان معين هنا. هي شوف أي مكان من السيف يحوسك لمسة ولا بس من قدام السيف بس. زين ما شاء الله قاعد نشوف عندكم هذه الميداليات والإنجازات، شنو حلمك إنك توصل في هذه اللعبة؟ انا اتمنى ان شاء الله اني ادخل اولمبياد لندن واخذ فيها المركز الاول. أنا أتمنى أدش الأولمبياد بس مع ربعي مو بروحي. يعني أنت ودك تكون بالأولمبياد بس تكون مع ربعك؟ يوصلون معي إن شاء الله. هذا شيء حلو انك انت تطمح حق شيء لك وحق ربعك، ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله بالاولمبياد وتكونون ابطال ونجوم، لكن بالاخير شنو كلمه ودكم انتم توجهونها حق الشباب اللي ما قاعدين يلعبون لعبه رياضيه؟ انا اقول يدخلون حق اي لعبه يلعبونها بس انصحهم بلعبه المبارزه، ان شاء الله تكون تعجبهم. أنا أقول مو شرط لعبة مبارزة بس يعني هي كهواية حلوة ويلعبون أي رياضة. حيدر سام. عبد الرحمن علاء. حيدر وعبد الرحمن، ودي اعرف ما شاء الله اللعبه اللي انت تلعبون فيها في عده انواع، شنو اللعبه اللي انت تلعبها في المبارزه؟ ألعب لعبة بي. أنا بي برضه. زين ما شاء الله اشوف بصدرك معلق ميداليات، كلمنا عن افضل انجازاتك في لعبه الابي. أفضل إنجاز حقي بطولة الكويت المركز الثالث. الثاني. زين لعبه المبارزه شلون قاعد تتمرن كل يوم، توفق ما بين الدراسه ما بين حضورك للتمارين؟ أول ما أرد من المدرسة أدرس، بعدين أروح النادي، أرد البيت أدرس. لا أروح النادي، لما أرجع من النادي أدرس. شنو ودك توصل في لعبه المبارزه؟ شنو الحلم اللي ودك توصل له؟ بطولة عالم. بطولة أولمبية. وانت يا لاعب ابذل جهودك يا لاعب، وانت يا لاعب ابذل جهودك يا لاعب، وانت يا لاعب ابذل جهودك، وانت يا لاعب ابذل جهودك، وسط الملاعب يا لاعب اثبت وجودك، وسط الملاعب يا لاعب اثبت وجودك. أعزائي المشاهدين، دائما ما نبحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن هذا الجانب معنا المدير الإداري للعبة المبارزة في النادي العربي الكابتن خالد عبد النبي. بداية نرحب فيك، حدثنا عن لعبة المبارزة في الكويت وأيضا مستوى اللعبة في الكويت. في الأول حياكم الله، وخلني أنا أرحب فيكم، عيد التحية، أرحب فيكم بصالتكم بمكانكم بناديكم، ومو غريبة عليكم اللي أنتم قاعد تسوونه، وشكرا مبدئيا على دعم الألعاب الفردية والجماعية والفردية بصفة خاصة. احنا لعبة المبارزة في النادي العربي، عمر لعبة المبارزة في النادي العربي 4 سنوات اليوم منذ تأسيسها. كان لها سابق عهد توقفت لأسباب أيا كانت الأسباب، لكن اليوم لعبة المبارزة هذه السنة الرابعة اللي قاعد نشتغل في لعبة المبارزة. كنتائج في لعبة المبارزة لله الحمد على المستوى المحلي يعتبر نادي متميز، ما بيقول كلمة متفوق. نقاطنا في كاس التفوق وصلنا إلى أبواب 20 إلى 23 نقطة في كاس التفوق. اهتمامنا اليوم في الجيل الصاعد مثل ما هو برنامجكم مهتم في المراحل السنية الصغيرة والأعمار الصغيرة. هذا النادي العربي من ناحية. كابتن، يعني كون لعبة المبارزة يعني لها يعني كان حضور في يوم من الأيام في الكويت سابقا، نبي نتكلم عن البطولات، هل قاعد تخدمكم أنتم يعني كنادي العربي أو الأندية الثانية من أجل رفع مستوى اللاعبين واحتكاكهم وخلق نجوم في هاللعبة؟ أنت تسألني البطولات تخدمنا، البطولات تخدم أي لاعب.
واحنا متبعين سياسه اليوم في النادي العربي، المشاركات في اكثر بطولات ممكنه، اكثر عدد ممكن، بغض النظر عن النتائج في الوقت الحالي، لان لما نتكلم عن 4 سنوات نتكلم ما زلنا في مرحله الاعداد. مرحله الاعداد احنا مبدئيا نتكلم عن 5 سنوات، ما بعد ال5 سنوات نبدي نحاسب نفسنا قبل نحاسب الاخرين، نشوف احنا وين. البطولات اللي موجوده عن طريق الاتحاد الكويتي للمبارزه تخدم اللعبه، ويشكر الاخوان هناك على مساعيهم، على تعبهم، على شغلهم معنا، الف شكر لهم. لكن احنا طماعين، ومن حقنا نكون طماعين ككويتيين، يعني نبي عيالنا الى الافضل الى الافضل الى الافضل. لكن اللي هم مسوينه لغايه اليوم على المستوى المحلي الحمد لله يعتبر متميز جدا. كابتن خالد، نعرف ان انت ما شاء الله يعني نجم للعبه المبارزه سابقا، ولك الخبره الطويله، بطل لاسيا، شاركت في اولمبياد سيول 88، خبره طويله وباع طويل في لعبه المبارزه على الجانب الفني والجانب الاداري. نبي نصنع نجم، نبي لاعب يكون يمثل الكويت في الاولمبياد، يجيب ميداليه اولمبيه وميداليه عالميه. شلون نقدر نخلق نجم، خصوصا ان احنا برنامجنا اسمه نجوم المستقبل، نتمنى ان نشوف نجوم. شلون نقدر نخلق نجم في لعبه المبارزه؟ الامر مو امر مبارزه، احنا نبي نصنع نجم على مستوى البلد، على مستوى الكويت. اولا نعتب عليكم الدعم الاعلامي، صحيح انتم منقصرين وجايين، لكن بالنسبه للاعب انت عارف الاعمار الاعمار الصغيره دائما اي كلمه في الاعلام تاثر فيه بغض النظر عن النتائج، لكن اليوم تاثر فيه. انت تواجدك اليوم في الصاله لا رد فعل ايجابي كبير على الفريق من غير ما تحس، احنا نحسها كمسؤولين على الفريق، هذا واحد. اثنين، احنا نناشد الاهالي والاسر، لان عندنا مشكله اليوم نعانيها في الكويت، في قصور في فهم الرياضه، خصوصا ان بعض الاهالي تقول لك اليوم الدراسه، احنا مع الدراسه ويمكن انتم حضرتوا، احنا بالعكس المتفوق نكافئه سواء معنويا او ماديا، هذا واقع في صالتنا. لكن مو معنى هذا ان احنا مثلا نحط الشماعه فقط الدراسه هي السبب ان احنا ما نقدر نروح نادي، الدراسه هي السبب ان احنا نقدر نسافر وما نروح نادي، الدراسه هي السبب ان احنا نقدر نروح الشارع وما نروح النادي، الدراسه هي السبب ان احنا قاعدين نراجع حق الولد مع والى اخره. لكن المشكله عندنا، نتمنى ان يكون شبكه او يكون مجموعه تتعاون، التعاون بين النادي والاهالي والاتحادات والمدرسه، وعنصر المدرسه انت عارف ابعاده، عنصر كبير، لان اليوم احنا ندخل بعض المدارس يعني متعاونين جدا، وبعض المدارس العكس تماما، مرفوض دخولك كرياضي في بعض المدارس، وبعض المدارس كثر الله خيرهم. لكن اذا كان في تعاون في مثلث البيت، النادي، المدرسه، اذا تجمع هذا المثلث تاكد راح ننشئ بطل رياضي وانجاز اكثر ما انت تتوقعه وانا اتوقعه. طبعا كابتن خالد، عتبك على الحضور الاعلامي. احنا هذا البرنامج وجد من اجل ان احنا نبدا في انطلاقه جديده، من اجل تغطيه النجوم الصغار في مستوى يعني على مستوى جميع الالعاب الرياضيه في الكويت، وتسليط الضوء عليهم. ونتمنى ان شاء الله مثل هذا اللقاء يكون متكرر، ويكون معنا نجم للعبه المبارزه، ويكون نجم عالمي ودولي واولمبي كابتن خالد. لكن ودنا نعرف النادي العربي اليوم شنو قاعد يسوي غير الانشطه الرياضيه كترفيهيه، معسكرات، من اجل رفع يعني المستوى ايضا، نتكلم عن هذا. اول شيء لا ننسى موضوع الاعلام وعتبنا على الاعلام، عتبنا على الاعلام انا ما اقصد فيه القناه الثالثه، لان في بعض القنوات اذا تحب نذكر ممكن نذكر، لما تروح له يقول لك انا فقط قدم. القناه الثالثه انت اليوم جايني مبارزه، ايش الفرق بينك وبينه؟ انت الاكبر، انت القناه الام، تلفزيون الكويت، ام الكل، انت الملجا الاخير. فبالتالي انتم شكرا، الف شكر لكم. لكن عتبنا بسيط جدا على بعض الاخوان اللي حصل بيني وبينهم انا نقاشات في بعض الاوقات، يعني يحب يتبنى جانب كره القدم انه هو اعلامي، وبعدها يليها بعض الالعاب الجماعيه. العتب هناك مو عندك، هذا واحد. اثنين، انت تسال عن المعسكرات. احنا كنادي العربي يعني معروف عنا اول نادي في الكويت او اول حادثه في الكويت تحصل ان نستقبل المنتخب الايطالي في الكويت. احنا استقبلنا المنتخب البولندي في الكويت. احنا استقبلنا المنتخب القطري، المنتخب السعودي، المنتخب المصري، والمنتخب العراقي والى اخره. هذه معسكرات نعملها مشتركه مع المنتخبات هذه. اليوم احنا في صدد يعني بعد 10 ايام اليوم عندنا معسكر. المعسكر هذا البيات فيه والتجمع فيه هو وايد مفيد من ناحيه اجتماعيه، وايد مفيد من ناحيه تثقيفيه للولد، ثقفه رياضيا. وان شاء الله يعني حسب ما انا اعرف لليوم مشاركينا مصر ومشاركينا قطر ومشاركينا العراق ومشاركينا السعوديه. 4 دول كافي بالنسبه لنا. هذا بالنسبه للمعسكرات. بالنسبه للرحلات عندنا برنامج صيفي خاص في الرحلات الترفيهيه، منها يخت ومنها بحر ومنها شاليهات ومنها كذا. ما يخفيك سر ان بالشتاء صعب شوي،
بالشتاء مقتصره على رحلات المجمعات المولز كذا كذا، وهذه ما نحفزها وايد. يعني دائما نحاول نعمل لهم اعياد ميلادهم عندنا في الصاله، نحاول نسوي لهم حفلاتهم الدراسيه نجاحهم في الصاله. بعض الاهالي يعني بالاتفاق معاهم هو يسوي عيد ميلاده كامل كطفل يسويه عندنا هنا بالصاله. هذا اللي احنا نقدر نسوي لهم، اكثر من كذي اعتقد بالوقت الحالي صعب. الكابتن احمد الفقي مدرب البراعم للعبه المبارزه في النادي العربي، بدايه نرحب فيك. ودنا نعرف لعبه مثل هذه، لعبه المبارزه، شلون تقدرون تجذبون لها اللاعبين الصغار وتخلونهم في مستوى يعني يكون لمستوى البطولات ويقدرون يمثلون الكويت في البطولات الخارجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه لعبه المبارزه من الالعاب المشوقه للاطفال، لما تتميز به من عنصر بقى التشويق، ان في سيوف، ان الاطفال طبعا بتشاهد افلام كرتون، بتحب الاكشن، فهي بتبقى من ناحيه الاكشن هي موجوده، يعني كفاها اصوات السيوف والاكشن موجود. ناحيه ثانيه، الناحيه اللي احنا نحبب الولاد في لعبه المبارزه، احنا بس يعني لعبه المبارزه غير الالعاب الثانيه من ناحيه التشويق، يعني ممكن نعمل رحلات للولاد، ممكن نتابعهم في المدارس، ممكن بنعمل صور صغيره للولاد بنقدمهم في المدرسه. فهي من الناحيه ديت النادي العربي متميز فيها جدا، ان هم يقدر يتابع الولاد ويشوقهم ان هم يدخلوا اللعبه. اللعبه بما انك انت يعني فئه البراعم، في مواصفات معينه يكون بناء عليها يتم اختيار اللاعب؟ طبعا من الحاجات المهمه جدا ان لاعب المبارزه يكون عنده مواصفات جسميه، لازم يكون الطول العام للجسم كويس قوي، مهم جدا طول الطرف السفلي، طول الذراع، طول القامه الكلي. فالحاجات دي كلها بتخلي فيه مواصفات كويسه للاعب ان هو يصير بطل ان شاء الله. في سن معين يعني يفترض انه يكون، اذا واحد حاب انه يكون ولده يبرز في هذه اللعبه، في سن يعني يفترض انه يكون ياب في ولده للنادي؟ تمام، احنا بنستقبل هنا اللاعبين من اول 5 سنين. من اول 5 سنين بنبدا الاول ندخل العاب بسيطه جدا غير لعبه المبارزه خالص، يبدا بس ان هو يشوف الصاله، يتعود على دخول الصاله، بعد شويه يبدا بقى يدخل ان هو يتعلم المهارات، بعد سنه او سنتين يبدا ان شاء الله يلعب بطولات معانا. تنوع الالعاب في المبارزه او الاسلحه مثل ما يقولون، اللي هو الابي والفلوري والصابر، هل هو يكون من هذا السن يتحدد له شنو اللعبه اللي هو يلعبها ام فيما بعد؟ يعني بالضبط، الكل لاعب يبقى ليه امكانيه ان هو يختار سلاح معين هو متفوق فيه، ده بناء على توجيهات المدرب، والمدرب رايه ان هو يكون يتفوق في اي سلاح فيهم تبعا لقدراته الخاصه. كل ولد سريع، ولد طويل، ولد يقدر يفكر اكتر، فدي بتختلف طبعا من لاعب للتاني. دائما ما يكون للأسرة دور في صناعة النجم واستمراريته في اللعبة، ومن هذا الجانب معنا ولية أمر اللاعب عبد العزيز. بداية مع عبد العزيز رحب فيك، ودنا نعرف اختيار الولد عبد العزيز للعبة المبارزة، هل كان باختيار شخصي منه أم كان لكم دور في هذه باختيار لهذه اللعبة؟ بصراحة أخوي لا، هو كان الوالد هو اللي سبب في دخول اللعبة. طبعا والده خالد عبد النبي هو بطل مبارزة بالكويت، ثانيا صار مدرب، والحين طبعا هو مدير لعبة المبارزة في النادي العربي، فهو اللي جذب ولده أول شيء للعبة. طالما ان الولد من اسره رياضيه، بس ودنا نعرف دائما الاسره تفكر هم في جانب الدراسه، ودنا نعرف جانب الدراسه شلون قادرين تنظمون ما بين حضوره للتمارين واستمراريته في اللعبه ايضا في دراسته. طبعا هو الشيء المهم ان النادي هم مهتمين في الجانب الدراسي، وهذا اللي شجعني هم ان اخليه يستمر في اللعبه. فعندك هنا ما شاء الله المدربين والإدارة وايد قاعد يشجعون الطلبة أو اللاعبين اللي عندهم، قاعد يطلبون شهاداتهم علشان يشوفون إنجازاتهم، هل هذا مؤثر على دراستهم ولا لا. وصراحة هذا صار حافز حتى حق ولدي إنه يبلي الدرجات وعشان تروح التمرين. ودنا نعرف مدام انه ما شاء الله انا عرفت انه عنده يعني ارقام وبطولات محققها في هذه اللعبه، لو تكلمينا عن افضل انجازاته والبطولات اللي حققها وشعورك يوم يحقق هذا الانجاز. الحمد لله عزيز ماخذ الاول بطوله المستجدين الكويت، وعنده الثالث في بطوله رومانيا الدوليه، والثالث في بطوله ارمينيا الدوليه، وعنده انجازات ثانيه بس طبعا هذه اهم انجازاته والحمد لله. شعورك وهو قاعد يرفع اسم الكويت وفي هذا المجال بلعبه المبارزه، شنو شعورك كوالدته وانت تشوفينه؟ طبعا كاي اي ام تحب ان تشوف ولدها باعلى المراتب، والحمد لله الحمد لله يعني بفضل الاداره وبفضل مدربينا في النادي الحمد لله. انا وايد فخوره فيه.
رسالة أخيرا توجهينها للأولياء الأمور أو الأمهات اللي ما سجلوا عيالهم خوفا على مستقبلهم الدراسي. دائما هذا الهاجس اللي يأرق الأولياء الأمور عن تسجيل أبنائهم في أي لعبة كانت، شنو توصلي لهم؟ لا، هو بالعكس، هو لازم الواحد يهتم في الجانب الرياضي أو الجانب الجسماني، مو بس إن أنا أخليه أوكي أنت بدل لا تخليه جاب التلفزيون أو صراحة إنك تطلع برا البيت، لا أنا عندي أحطه بمكان آمن وعارفة هو وين وعارفة هو شنو قاعد يسوي أحسن لي. وصراحة الحمد لله قاعد يوافقوا، يعني الحمد لله كلهم موافقين بهالشيء وقاعد يوافقون بين دراستهم وبين تدريباتهم. أعزائي المشاهدين، معنا اليوم أمر جميل جدا أن نشوف والد ووالدة اللاعبين موجودين في التمارين وحاضرين. معنا والد اللاعب حسن ويوسف، أيضا والدتهم موجودين هنا سالم. ودنا نعرف يا أبو يوسف، تواجدكم في النادي وحرصكم على التمارين، شو اللي خلاكم تستمرون في هذا التواجد؟ طبعا احنا لاحظنا ان في اهتمام من النادي في الابناء، فحبينا احنا نشارك النادي هذا الاهتمام، عشان كذي احنا في يعني اغلب الدورات والتمارين نحضر معاهم كنوع من التشجيع للابناء. السؤال لك موجه، ودنا نعرف يعني ما شاء الله دائما الامهات حريصين على الجانب الدراسي للابناء، شلون قادرين يعني تحرصون على دراستهم وايضا مزاولتهم للتمارين؟ والله هي مهمة مو سهلة بالنسبة لهم، هم بالدرجة الأولى، بس الحمد لله قادرين يوفقون ما بين الدراسة وما بين النادي، ويحاولون قدر الإمكان يكون ملتزمين في التمارين ومواعيد التمارين، يعني قدر الإمكان بحيث أنه ما يصير فيه لا يون على النادي ولا يون على الجانب الدراسي، والحمد لله درجاتهم عالية وهم من المتفوقين بالمدرسة. إن شاء الله دوم يكون متفوقين في الدراسة وفي الرياضة، لكن ودنا نعرف بعد يعني إنجازات عيالكم في هذه اللعبة، إذا كان عندك فكرة أو عندك فكرة يعني في الإنجازات اللي محققينها. أنا عرفت أن الولد الكبير عنده إنجازات، ودنا نعرف إذا كان عندك فكرة فيها أو عندك فكرة. طبعا الولد العود يوسف شارك في بطولات خارجية وبطولات داخلية، عندنا مثلا خذ المرتبة الأولى في بطولة مصر الدولية، إلى جانب شاركني في بطولات محلية، فهم حقق المركز الأول في بطولة الناشئين. شعورك يوم تشوفين هذه المراكز قاعد يحققها وقاعد يرفع اسم الكويت يعني تحت مسمى النادي العربي في مشاركاته الخارجية، شنو شعورك كوالدة هذا اللاعب اللي قاعد يحقق هذه الإنجازات؟ يعني شعور أي أم تكون فخورة بأبنائها بصراحة، ويا ليت كل الناس يشجعون عيالهم انه يحضرون رياضات، لان هي الرياضه مو فقط للجسد وللعقل. يعني انا ما شاء الله ولدي الحين اللي يخليني افتخر فيه التزامه في دراسته والتزامه بالنادي، الشيئين مع بعض قاعد يحاول يوفق بينهم، ويعني الرياضه خلته مثل ما نقول يعطي الشيء من قلب، يعني يعطي حتى الدراسه صار من قلب يعطيها، يعني يدرس يتعب على روحه ويتعب على النادي، حتى لو تعبان يبي يحضر التدريبات. فالشيء صراحه يخلي اي ام تفتخر بابنائها ان شاء الله. هذه اخيرا ودي اعرف يعني تعاون اسره النادي، انا شايفكم ما شاء الله يعني معاهم مع المدربين مع اللاعبين مثل الاسره الواحده، ودنا تكلمنا عن هذا الجانب، تعاونهم مع اولياء الامور في لعبه المبارزه النادي العربي. طبعا اللي لاحظناه يعني خاصه في فريق المبارزه في اهتمام هناك كبير من الاداره ومن المشرف كابتن خالد عبد النبي بالابناء، وصراحه اللي لاحظناه انه يعتبرهم كلهم مثل ابنائه، ففي اهتمام سواء بالمعسكرات الداخليه تهيئتهم، وقت الامتحانات يراعي هذه الظروف في موضوع الدراسه مثلا، فيعني في اهتمام كبير من الاداره في عيالنا اللاعبين. استمتعتوا مع نجوم وأبطال النادي العربي للعبة المبارزة، ترقبونا في الأسبوع القادم مع لعبة جديدة وأبطال ونجوم جدد إن شاء الله.